في نوع من الستات اول ما بتتجوز بتبقى هي ريموت كنترول بتاع كل حاجة، هي اللي بتقرر وهي اللي بتقول وهي اللي بتنهي. لو كلمة جوزها قالها طلعت مختلفة عن اللي في دماغها الدنيا تتقلب. وببساطة الراجل بيبقى قدامه حل من اتنين، يا يسكت ويستسلم ويوافق يا يتخانق. بس هل الحل فعلا في السكوت او الخناق، ولا في حاجة اسمها احتواء الأنثى المسيطرة؟ النهاردة هنتكلم عن الزوجة المسيطرة اللي كلمتها بتمشي، وهنعرف ازاي الزوج ممكن يحتوي الموقف من غير ما يخسر نفسه وكرامته، ولا يخسر مراته، ولا يخسر. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا نكمل فيديو النهاردة علشان نعرف مين هي الزوجة المسيطرة. في اعتقادي الشخصي الزوجة المسيطرة هي اللي بتاخد مكان الراجل، بتلغي شخصيته، ودايما انا بشوفها نكدية طول الوقت، لانها طبعا في خناق دايما مع جوزها، في صدام وعايزة كلمتها اللي تمشي. انا بشوفها عنيفة، مش مهم جوزها، المهم انها تحقق اللي هي عايزاه وبس، حتى لو على حسابه هو. وغالبا هي بتكون اتربت في بيت اهلها على كده، شافت والدتها هي المسيطرة في البيت، هي اللي كلمتها ماشية، فبقت مقتنعة ان ده الطبيعي. طيب ايه هي علامات الزوجة المسيطرة؟ لازم كل حاجة تبقى بطريقتها، بتقاطع جوزها وهو بيتكلم، بتاخد القرارات من غير ما ترجع له، بتقلل من رأيه أو تهمشه، كتير جدا بتكون نكدية لو ما حصلش اللي هي عايزاه. طب ليه هي بتعمل كده أو ليه هي بتتصرف كده؟ ممكن هي شايفة إن جوزها مش بيعرف ياخد قرارات صح ففقدت الثقة فيه، أو بتخاف الأمور تخرج عن سيطرتها فبتحب تمشي كلامها وهي كده فاهمة إنها بتظبط كل حاجة، أو هي متحكمة بطبيعتها مش بتعرف تستنى أو تسمع، أو اتربت على إنها تشوف الراجل سلبي والأم هي اللي شايلة البيت وكلمتها هي اللي ماشية. لكن ده ما يبررش السيطرة، البيت لازم يبقى فيه توازن، تفاهم، تراحم. نيجي لأهم نقطة، الزوج يعمل إيه؟ الزوج يتعامل إزاي مع الزوجة المسيطرة؟ لما تلاقيها بتحاول تفرض رأيها ما تدخلش معاها في شد وجذب وقتها، لأنك هتخسر. استنى واسمع، قولها فهمت وجهة نظرك، طب اسمعيني أنا كمان زي ما سمعتك. ده بيكسر العند وبيفتح باب للنقاش بدل الصدام. اثبت شخصيتك بهدوء أعصاب، الست بتحترم الراجل اللي ليه كلمة مش اللي بيزعق. استخدم العقل مش الصوت العالي. خليك واضح في قراراتك، قول رأيك، ولو اختلفت معاها وضح ليه، مش بس لأ وخلاص. حاول تفهم ايه اللي جواها، ممكن تكون بتسيطر عشان خايفة او شايفة انك مهمل. لما تحسسها انك سند وانك بتفكر قبل ما تاخد قرار هتهدى. خلي عندك وعي باللي ورا تصرفاتها، ما تفتحش باب للنكد وتسيبه مفتوح. لو لقيتها دخلت في نبرة اصل انا اللي بشيل وانت ولا كأنك موجود، قولها انا مقدر اللي بتعمليه بس انت لازم تعملي ده، انت عمود البيت، احنا بنكمل بعض مش اعداء لبعض. لازم تقلب الترابيزة، خد قرار بسيط في الأول وخليه يتم من غير ما ترجع لها، بعد كده ناقشها بهدوء. ده بيبين انك قادر تاخد قرارات وانك واثق من نفسك. اعمل حدود محترمة، لو كل مرة بتقطعك او بتلغيك لازم توقفها بس بأدب. مثلا انا بحب اتكلم معاكي واخد رأيك، بس مش هينفع كل مرة احس اني مش موجود. ولو ما اتغيرتش وقف اي نقاش معاها تماما، خليها تفتقد الكلام معاك لحد ما تعرف غلطها. في النهاية الزوجة المسيطرة مش عدو، بس هي محتاجة تفهم ان الرجولة مش تحكم والأنوثة مش ضعف. لو كل طرف عرف دوره وحدوده واحتوى التاني المركب هتمشي. ما تسكتش على الغلط، بس كمان ما تهاجمش، استعمل ذكائك وهدوءك، وخليك راجل في عينيها مش عدو قدامها. الراجل الذكي هو اللي يخلي الست تحب تمشي وراه وهي راضية مش مجبرة. الحياة مش تحكم، الحياة أمان. لو لمسك الفيديو اكتب لي رأيك في التعليقات، وما تنساش لايك وشير علشان كل راجل مراته مسيطرة يحاول يغيرها. وعايزة أقول حاجة، ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. سلام.